أهلا بيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ نصلي على النبي. بيبدأ الفيلم بعد الأرض ما اتدمرت وما بيكونش فيها لا أكل ولا مية بسبب الحروب بين البشر، وده تسبب في التلوث وقلة المية. وفي الوقت ده بيكون في بعض من الناس في حروب مستمرة علشان الأكل والمية اللي هما أساس الحياة. وفي الوقت ده بنشوف شاب صغير بيدور في الخردة علشان يلاقي أي حاجة يقدر يستخدمها في حياته، فبيلاقي شاكوش وعصاية وبياخدهم، والمكان بيكون فيه جثث بني آدمين. وبنشوفه عامل كراسة علشان يحدد الأماكن اللي لسه مرحاش، وهو ماشي بيتفاجئ برؤوس بني آدمين وبيكونوا متعلقين على أسياخ حديد، فبيحس بالرعب من المنظر اللي شايفه، فبيركب عجلته بسرعة وبيمشي وبيوصل للمخبأ السري بتاعه اللي تحت الأرض، وبيكون قاعد فيه لوحده بعد أهله ما ماتوا. وبنعرف إن اسمه جاك، وبنشوفه هو مجمع حاجات كتير من الخردة. وفي الوقت ده بيشغل الريكوردر بتاعه وبياكل حاجة كده شبه اللبان، أنا مش عارف إيه ده بصراحة. وبعدها بيعلق صورة على الحيطة لبطل خارق، وبيكون جاك بيحلم إنه يكون زيه، وبيفضل يلعب بالحاجات اللي عنده، وبدأ يجهز سلاح يحمي بيه نفسه من أي خطر. وفجأة بيسمع صوت المفاتيح وبيكون عاملها كنظام فخ، ولما بيشوفه بيلاقيه اصطاد فار من غير شعر، وده بسبب التلوثات اللي حصلت. ولما بيفتح الفخ بيعوروا الفار في وشه، فبيضربوا جاك وبيموته. وبعدها بياخد بعضه وبيركب العجلة وبيوصل للمكان اللي بيبيع فيه الحاجات اللي لها قيمة مقابل الأكل والمية. فبيقول له الراجل انت معاك ايه هتبيعه؟ فبيطلع له جاك الفار اللي اصطاده وبيديهوله، لكن مش بيكفي، فبيضطر يطلع الأقلام اللي معاه علشان تكفي، فبيديله بيهم الراجل مجلة للبطل الخارق. وفي نفس الوقت بيشوف جاك اتنين بيصارعوا بعض بالإيد على مين الأقوى، واللي خسر فيهم إيده اتحرقت، فحاول إن يقتل الفايز بالسكينة، لكن الفايز بيكون أقوى منه وبيشيله من رقبته وكان هيموته، وبيكون اسمه مارك. وبنشوف العنف سيد الموقف بسبب قلة المية والأكل. وبعدها بيمشي جاك وهو فرحان بمجلة البطل الخارق، وهو طالع بيخبط في مارك غصب عنه، فبيمسكوا مارك من هدومه بعنف وبيعرفوا ان مش من حقه انه يخبط في الناس وهو ماشي، وبيقول له لو حصل الموضوع ده تاني هطير رقبتك. وبعد ما بيسيب جاك من ايده بيجي المساعد بتاعه وبيقول له ان اخوك اختفى ومش لاقيينه. وبعدها بنشوف واحد لابس قناع حديد وبيكون هو اللي مسيطر على المكان كله، وبيكون اسمه روكو، وبنشوفه هو بعين واحده، واللي قدامه ده بيكون اخو ماركو بيحكم عليه بالاعدام. وفي نفس الوقت بنشوف جاك وهو بيقرا في مجله البطل الخارق، وفجاه بتظهر له بنت جميله وبتلبسه ساعه في ايده. وبعدها قامت وراحت تتكلم مع جثه هيكل عظمي وبتقول لها ان هي لقت صديق جديد، فبيهرب جاك بسرعه وبيروح للمخبأ بتاعه، ولما بيوصل بيلاقي الساعه اللي في ايده بتعمل صوت، فبيحاول يخلعها من ايده بس بيقع على الارض وبيغمى عليه. وبيفوق بعدها وبيلاقي البنت قدامه وبيلاقيها عامله له اكل وبتديهوله، وبيعرف منها ان الساعه اللي لابسها في ايده كانت GPS، وهي اللي عرفتها المكان بتاعه، فبتديله المجله بتاعته اللي نساها وسابها ومشى. وفي الوقت ده بتكون زعلت من جاك وهتسيبه وتمشي، بس بيقول لها خليكي قاعده معايا شويه. وبدأت تعرفه على نفسها وبيكون اسمها أبل. وبعدها بيطلع جاك يصلح العجلة بتاعته وهي وراه، فبيتعصب عليها جاك وبيقول لها مش هتنفع تيجي معايا في كل مكان لأن العجلة بتشيل واحد بس، فبتشاور له أبل على المساعدين علشان يركبها ويقدر ياخدها معاه، وفعلا بيركبهم وبياخدها وراه على العجلة. وبتكون أبل فرحانة إن هي راكبة ورا جاك وبتضحك بصوت عالي، فبيوقف جاك العجلة في نص الطريق وبيحذرها وبيقول لها إن ده ممكن يلفت انتباه أي أشخاص موجودين في المكان ويدخلوا علينا ويقتلونا. وبنشوف ماركو والمساعد بتاعه وهو بيقول له لازم ندور على الميه بدل ما ندور على اخوك. وفجأة بيظهر لهم مجموعة من الاشخاص مقنعين وبيخلصوا على مساعد مارك بالنار وبيموت، وده كله علشان يخطفوا مارك وبياخدوه معاهم لروك رئيس العصابة. وبدأ روك يتكلم معاه ويقول له انت اخرك تصارع بالايد، وانا هعمل تحدي بينك وبين المساعد بتاعي، والخسران فيكم ايده هتتحرق. وبدأوا يحضروا عدة الشغل وبيعرفهم مارك على قوانين اللعبة. وفي الوقت ده بيقدر مارك انه يهزمه، لكن الروك بيمسك ايد مارك، فبيشغل المساعد الصاروخ اللي في ايده وبيقطع ايد مارك، فبيتوعد للروك انه مش هيسيبه. وبعدها بنشوف جاك وابل بيوصلوا لمكان مهجور، فبينزلوا يدوروا في العربيه وبيلاقوا خوذه، فبتاخدها ابل وبتلبسها وهي فرحانه، وبيشغل جاك دماغه وبيعمل لابل سلاح علشان تحمي بيه نفسها من اي خطر، فبتشكره ابل على اللي بيعمله علشانها. وبيفضلوا يتكلموا مع بعض، فبيسألها جاك عن وجودها معاه لوحدها، فبتقول له انا كنت مع اصحابي بندور على الميه، وفجأة هجموا علينا ناس وقتلوا اصحابي وانا هربت. فبيغير جاك الموضوع، فبتقول له قابل يلا نلعب شويه، وبيفضلوا يجروا ورا بعض ويلعبوا لغايه لما جاك بيحس بالتعب، وقابل بتكون ولا كانها جرت. وفجأة هم قاعدين بيرمي واحد شبك على قابل وبيمسكها، فبيهرب جاك بسرعه وبيركب العجله بتاعته، لكن الشخص ده بيفضل يجري وراه علشان يمسكه، فبيسيب جاك العجله وبيشوف مكان يستخبى فيه. ومره واحده بيقع في حفره، ولما بيقوم بيتفاجئ انه في سفينه فضائيه، فبيكتشف المكان كله وبيكون مش مصدق عينيه لانه شاف البطل اللي بيحبه هيكل عظمي. وفي الوقت ده بيقرر انه ياخد البدله بتاعته ويلبسها،
ولما بيطلع من السفينة بيكمل لبسه للبدلة، وبدأ يجرب السلاح اللي في دراعه وبيتفاجئ انه شغال، وبيروح علشان ينقذ ابل فبيلاقي الراجل اللي بيجري وراهم قدامه، فبيشغل السلاح اللي معاه وبيضرب بالراجل وبينفجر. وبنشوف مارك وهو في نفس المكان اللي اتقتل فيه اخوه، وبيكون المكان عبارة عن حلبة مصارعة عاملها الروك علشان يستمتع بيهم وما بيقتلوا بعض. وبنشوف ابل مع مارك في نفس المكان، وفي الوقت ده بيوصل جاك وبيدخل عليهم، فبيقول للروك ان يسيب ابل تمشي. فبيقول له الروك انت مين وايه اللي جابك هنا؟ فبيقول له جاك انا بطل خارق. فبيضحكوا كل الموجودين عليه، وساعتها بيحاول جاك يشغل السلاح اللي في ايده لكن الشحن بتاعه بيخلص، فبيأمر الروك رجالته انهم يدخلوه حلبة المصارعة معاهم. وبنشوف الروك وهو بيشرب من جهاز بيحاول دم اللي بيموتوا المية، ولما بينزل جاك الحلبة بتحضنه ابل وهي فرحانة، فبيزعق معاهم مارك علشان يشوفوا حل في المشكلة دي قبل ما نموت كلنا، وبدأ يحط الخطة ويقسم لكل واحد. فبتهجم ابل مرة واحدة على اللي هي هتصارعه وبتقدر ان هي تخلص عليه، وبيكونوا كلهم منبهرين من اللي بتعمله ابل. وساعتها بيخسر فريق الروك، فبيتعصب زعيم العصابة وبيضرب النار على ابل، فبيجي واحد من وراهم وبيمسك جاك من ظهره، وفجأة السلاح بتاعه بيشتغل فبيضربوا جاك وبيهربوا من المكان بسرعة. فبيأمر الروك رجالته انهم يلحقوهم ويخلصوا عليهم، وبعدها بيحلم جاك وهو طفل براجل هجم عليهم وخلص على امه، وبيطلع هو الروك. ولما بيصحى جاك بيتاكد ان الروك هو اللي قتل امه، وبيتفاجئ ان ابل قاعده قدامه، وبيكون مش مصدق انها لسه عايشه لان الروك ضربها بالنار. فبيبص جاك على مكان الطلقه وبيلاقي جواها اسلاك، فبيعرف انها روبوت وبيخاف منها لانها ممكن تخلص عليه. فبتطمنه ابل لانها بتحبه، وهما في الطريق بتقف ابل مره واحده، فبيسالها جاك مالك، فبتقول له القلوب اللي عندي قربت تخلص وانا كده هموت. فبيروح جاك للراجل اللي بيبيع له الخرده، فبيلاقيه بيحضر نفسه علشان يهرب من المكان، وبينصحه ان هو كمان يهرب علشان الروك ناوي يخلص علينا كلنا. فبيقول له جاك انه عايز جهاز يشحن بيه الروبوتات، لكن الراجل بيرفض يديله اي معلومات غير لما يديله اي حاجه. فبتقلع ابل الشريط اللي على راسها وبتديهوله، فبيقول لهم على المكان اللي فيه مقبرة الروبوتات. فبيروحوا له المكان وهم في الطريق ابل بتغمن عليها، فبتصحى بالليل بتلاقي جاك جنبها، فبتفرح لان البشر مش بيحبوا الروبوتات. فبيقول لها جاك انه بيحبها وما يقدرش يستغنى عنها، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وبيحكي لها جاك عن حياته والحاجات اللي مر بيها، فبيتقرب منها اكتر وبيبوسها. وبعدها بنشوف الراجل بتاع الخردة ورجالة الروك خاطفينه، وبدأ الروك يستخدم معاه اساليب التعذيب القوية، فبيعترف للروك على مكان جاك، لكن الروك بيأمر المساعد بتاعه انه يخلص عليه، وفعلا بيقتله بوحشية. وبعدها بيوصل مساعد الروك لجاك وابل، فبيحس جاك ان في حد بيقرب منهم، ومره واحده جهاز ابل بيطلع صوت لانها قربت تموت، فبياخد باله مساعد الروك منهم، فبيهربوا بسرعه ورجاله الروك وراهم. وفي الوقت ده بيوصلوا لطريق مسدود، فبيضطر جاك ان يضرب واحد منهم بالسلاح الخارق اللي معاه، فبيضرب واحد منهم على ابل وبيقطع راسها، فبينط جاك علشان يمسك راسها وبيقع في مقبره الروبوتات. وساعتها بيفتكر مساعد الروك ان جاك مات، فبيسيبهم وبيمشي. وفي الوقت ده بيحاول جاك انه يركب راس ابل على اي روبوت تاني، لكن مش بتشتغل فبيغمى عليه جاك، وبيرجع يحلم بامه وابوه وهو صغير لما راح لهم الروك وسالهم بيجيبوا الميه منين، بس للاسف مش بيردوا عليه ولا بيقولوا له اي حاجه. وفي الوقت ده بيكون جاك متداري منهم، فبيمسك مساعد الروك ابوه بيفضل يعذب فيه، فبتضرب ام السهم ومن بختها الاسود بتيجي في عين الروك، وبيحاول ابوه انه يضربهم لكن المساعد بيقسمه نصين، والروك بيقتل امه بطريقه بشعه. فبيظهر لهم جاك وبيهددهم بمسدس اللعبه اللي معاه، لكن مش بيجوا ناحيته وبيسيبوه يمشي لانه في اعتقادهم انه هيموت من قله الميه والاكل. وبعدها بيفوق جاك وبيلاقي نفسه راكب عجله مارك، وبنعرف انه كان بيدور على ايد روبوت يركبها لنفسه بدل الايد اللي انقطعت، وبيعرف جاك ان ابل ماتت، فبيزعل عليها قوي لانه كان بيحبها. وفي الوقت ده جاك بيقرر انه ينتقم لابوه وامه ابل، فبيتفق مع مارك علشان يحاربوا الروك، وهم في الطريق بيتفاجئوا بالروك ورجالته قدامهم، فبيقرروا انهم يواجهوه لان مفيش مفر، وبداوا يستعدوا جاك ومارك للمعركه. فبيقول جاك للروك نفس الكلام اللي قالته امه قبل ما تموت، فبيعرف الروك ان هو ده الطفل اللي سابوه ما قتلهوش. وبنشوف ابل وهي بتصحى فجاه بعد ما اتقطعت راسها وبيعجبها جسمها الجديد، فبتقوم وبتروح بسرعه لجاك، وبنروح لجاك بعد ما وقع منه السلاح الخارق، فبيضطر انه يحاربهم بالاسلحه الضعيفه اللي معاه، وبدا يعمل نفس حركات ابل في القتال لغايه لما بيخلص عليهم كلهم. فبتدخل عليه مساعده الروك اللي بتكون قويه جدا، وبتفضل تضرب في جاك لغايه لما بيقع على الارض، وقبل ما تخلص على جاك بتيجي ابل وتخلص عليها، وبتدي جاك السلاح الخارق بتاعه، فبيلبسه في ايده وبيضرب الروك وبيفجره. وبيكون مارك بيحارب مساعد الروك، فبيروح جاك يخلص عليه هو كمان، وبكده يكون انتقم لعيلته من العصابه. وبيخلص فيلمنا، اشوفكم في فيلم جديد.